الحلقة الثانية من الدراما حين يرن الهاتف بدات منين سالات الحلقة اللي فاتت، فاش سايون كان كيهدد اللي كيعيط بالانتقام من اللي غادي يشدو في بيت الراحة ديال العيالات. هيجو كانت خايفة واش سايون شك فيها، ولكن من بعد فهمات باللي ما فراسو والو. من التصرفات ديال سايون كيبان باللي معصب حيت شي واحد تجرأ وأذى مراته. يجو حسبات بلي هادشي غير حيت كيبغي يبين السيطرة ديالو، ماشي حبا فيها، يعني غير على قبل الكرامة ديالو. سايون صيفط ميساج للحراس الشخصيين جداد باش يديو مراتو للدار. عيط حتى الفريق ديالو وصيفط ليهم تسجيل صوتي باش يقلبوا على الهوية اللي عيط بإزالة المؤثرات الصوتية اللي كانت في صوته. في الدار هيجو كانت كتسمع المكالمة مرة أخرى وكتحاول تفهم شنو كان كيقصد سايون بكلامه. كانت حتى خايفة لا يكون الخاطف الحقيقي كيقلب على التليفون. سايون قلب الكاميرا اللي كتكون في الطوموبيل ولكن ما لقى والو. هيجو تخلعات ملي تفكرات باللي سايون يقدر يلقى الكاميرا ويسمعها كتهدر. مشات كتجري موراها وارتاحت ملي قال ليها باللي الكاميرا ما خداماش. وهما كيهضروا سايون قد هيجو من واحد الموتور كان جاي بالزربه في البلاصه فين كيحطوا الطوموبيلات. نصح هيجو تبقى في الدار، ولكن هيجو ترجاتو باش يخليها تكمل خدمتها. اليوم التالي سايون تلاقى مع مو في الغداء، ولكن كان ديما مشغول بالتليفونات من عند تشو يونغ جين. مو حسات باللي كاينه شي مشكل ونصحاتو يدرس الخصم ديالو مزيان. سايون فهم بالزربه باللي غير شويه من العائله اللي عارفين على داك الاتفاق اللي بينه وبين هيجو، يعني هادشي ينقص من عدد المشتبه بهم. في ديك الوقيته هيجو تلاقات مع واحد صاحبتها من ايام الجامعه ومشات بلا ما تعلم الحراس اللي مكلفين بها. من الخلعه واحد من الحراس صيفط ميساج لسايون وهو قال لهم يقلبوا على مراته بالزربه، ما بقاش قادر يركز للشيماء ديالو. الحراس لقاو هيجو برا كتهضر عادي مع واحد صاحبها القديم سميتو سانغواوا. سايون غير شاف التصويره اللي صيفطوا ليه الحراس ديالهم بجوج وهما كيهضروا فرحانين حس بالغيره. هيجو رجعت للدار وشويه جات ماما يون هوي عطات لهيجو ملابس داخليه مثيره وشجعتها باش تغري سايون، وقالت ليها مستقبل العائله ديالها معلق على نجاح الزواج ديالها. الا ما قدراش تخلي سايون فرحان ما يكونش عندهم الفلوس باش يعالجوا باه. يون هوي مامات هيجو عارفه باللي بات هيجو هو النقطه الضعف ديالها واستغلاتو باش تضغط عليها، وعوض ما تلبس هيجو الملابس الداخليه باش تغري سايون لبساتهم ملي كانت كتمثل دور الخاطف وعاودات عيطات ليه. سايون رفض يستسلم للمطالب الخاطف اللي هي في هذه الحاله هيجو. داكشي علاش هيجو صيفطات ليه تصويره ديال واحد العلامه مميزه في خدها. سايون ما تاكدش واش هذيك التصويرات مراته، والخاطف بدا كيعايرو حيت ما كيعرفش الجسم ديال مراته. هيجو تعصبات وبدات كتهضر بالزربه وقالت ليه يشوف بنفسه واش عندها شي علامه في خدها. سايون رجع للدار دغيا ولقى هيجو ناعسه في الفراش. حاول يشوف خدها ولكن هي ما بغاتش تحيد الغطاء ديال الناموسيه وبقى تيجر الغطاء بزاف تا طاح فوق منها. سايون تلف وبدل الموضوع وبدا كيهضر على واحد الخدمه ديال الترجمه في مكتب الرئيس. اصر على انه ما غيعطيهاش معامله خاصه والا بغات الخدمه خاصها تستاهلها بالجهد ديالها. في واحد الفلاش باك سايون تفكر الايام الاولى ديال زواجهم فاش هيجو حاولت تغريه ولكن هو رفضها وحذرها باش ما تبغيش. في ديك الوقيته هيجو مشات عند باها في دار المسنين وعرفات باللي تخلى عليها باش تكون عندها فرصه تحقق الحلم ديالها وتولي مذيعه اخبار. هيجو تاثرت ولكن حتى تعصبات حيت حياتها ما كانتش هانيه. بدات كتبكي وكتقول عيات من هادشي كامل وما بقاتش عارفه شكون هي. في المكتب ديال سايون كان كيشوف التصاور ديال الكاميرات ديال مراقبه طوموبيل هيجو في الليله ديال الحادث.
شاف واحد الراجل دخل الطوموبيل ديالها. سائيون عاود شاف الفيديو ديال الكاميرا ديال المراقبة ولاحظ كيفاش داك الراجل مشى عادي للطوموبيل هيجو ودخل ليها. مع 10 ديال الليل هيجو عيطات دايره راسها هي الخاطف، وسائيون قطع عليها التليفون، هي تصدمات وعاودات عيطات ليه. هاد المره سائيون قال ليه ماشي هو اللي مزروب وطلب من الخاطف يعاود يعيط ليه من بعد 5 دقائق قبل ما يقطع التليفون. هيجو خرجت من الطوموبيل وبدات كتمشي باش تهدأ راسها. من بعد 5 دقائق عاودات عيطات لسائيون. هاد المره سائيون بدا كيهدد الخاطف وقلب عليه الفيلم، بدا كيعاير اللي كيعيط وهيجو دارت جهدها باش تبقى هادئه. سمعوا واحد الانفجار وهما كيهضروا وهيجو تكمشات بالخلعه. التليفون تقطع وما بقاتش قادره توصل لسائيون. رجعت للدار وبقات كتسناه جالسه في الصالون. صباح الصباح وهيجو فاقت وهو مازال ما جاش للدار. خافت وشعلت التلفازه وشافت اخبار على واحد التفجير طرا في واحد المكتب. التلفازه دوزات جزء من المكالمه اللي كانت بينها وبين سائيون فاش كانت كتهدده. هيجو تصدمت بزاف حيت ماشي هي اللي دارت القنبله. قبل ما تجمع راسها جا سائيون حالته حاله، حاصرها في الكوزينه وجلسها في الارض. من بعد مشى كيشوف واش عندها داك العلامه اللي في فخادها. هيجو تخلعت بزاف حيت كان قريب ليها بزاف. حس بالتردد ديالها وسولها نيشان واش غادي ترفع التنوره ديالها ولا هو اللي غادي يرفعها. في واحد المشهد اضافي في الاخر كنعرفوا ان سائيون هو اللي طلب من اينا الزوجه ديالو الحقيقيه انها تبدل بلاصتها مع اختها هيجو. ما بغاش هيجو تزوج بولد شركه يونغ هو للبناء، حيت كانت كدور هضره باللي كان راجل خايب بزاف وعائلات بزاف كانوا كيهربوا من الهضره ديال الزواج مع العائله ديال يونغ هو. وكنكتشفوا ان سائيون عنده شخصيه متناقضه بزاف. كلما عرفنا عليه اكثر كلما ولينا ما فاهمين والو. يعني هو اللي طلب من اينا تبدل بلاصتها مع هيجو باش يتزوج بها ويحميها من امها ومن شركه يونغ هو، وفي نفس الوقت ما بغاهاش تقرب ليه وكيتعامل معها بحال شي رهينه، وفي نفس الوقت كيهتم بها حتى كيدير ليها الفطور وكيغير عليها. بالساعد يوجه الخاطف باش يحميها ولكن ما كيعطيهاش الحاجه الوحيده اللي بغاتها واللي هي الحريه. من جهه اخرى هيجو كتلعب براجلها ولكن هو اللي مسيطر. هي كتلعب الدامه هو كيلعب الشطرنج. من الاحسن ليها تفيق شويه قبل ما يعرف شنو كانت كدير. حتى انا بغيت نعرف علاش ما كتهضرش وعلاش مخبيه انها كتقدر تهضر. شنو وقع ليها وعلاش وافقات تبدل بلاصتها مع اختها. صحيح ان السلامه ديال باها كانت جزء كبير من هادشي ولكن واش ممكن يكون شي سبب واحد اخر؟